مساء الخير. سمعت الندوة التثقيفية ويا ريتني ما سمعتها. هو ايه فكرة كلمة مصر؟ يعني ايه كلمة مصر؟ يعني انت ندوة تثقيفية قوات مسلحة، يعني ايه المذيع يقدمك على اساس ان انت كلمة مصر؟ كلمة مصر ازاي يعني؟ وبعدين في كلمة هما قلت انهم منعوك تقولها بتوع الاعلام، وكانوا بيشيلوها لما بتكون مسجلة، والمرة دي مش هيقدروا يشيلوها، اللي هي ايه؟ انا والله العظيم عدت الكلمة 50 مرة عشان اعرف ايه هي الكلمة ومعرفتش. لا بجد، ايه هي الكلمة طيب اللي هما منعوك تقولها وانت قلتها المرة دي وانا ما سمعتهاش؟ قلت حاجة لطيفة جدا الصراحة، ودي اللي خلتني اطلع اتكلم بقى. هو انت بتقول ان انتوا لما قعدتوا انت وحسن عبد الرحمن ومش عارفة مين التالت، وانت كنت نائب رئيس المخابرات او مدير المخابرات، قلت ان كانوا بقالهم 7 سنين بيعملوا دولة في سيناء. اللي هما مين؟ الاخوان ولا مين؟ يعني انت بتتهم الاخوان؟ انا ده اللي فهمته من الكلام، لو فهمت كلمة مصر صح يعني. طب ولما انت اتهمت الاخوان ان هما اللي كانوا بيعملوا التنظيمات دي، حطيت ايدك في ايدهم ليه في 2011 و2012 وزورتوا الانتخابات؟ ولما انتوا حطيتوهم في السجون بعد كده وخدت منهم الحكم، ما رجعتش رئيس مصر شفيق ليه وانت عارف ان الانتخابات مزورة؟ أه لما تصرف مليار كل في 90 مش عارفة شهر باين، ولا 90 مليار، انت قلت رقم خزعبلي كده، صرفته على الحرب ضد الإرهاب علشان هو ده اللي عامل الأزمة الاقتصادية دلوقتي. أه وانت نائب رئيس مخابرات، ما اقترحتش ليه على مبارك ان انت تكلم إسرائيل؟ ليه ما كلمتش إسرائيل وخدت الإذن منها ان انت تحارب تنظيم الدولة في سيناء في 2011 والمشير اللي وافق؟ يعني هل مبارك كان واقف لكم وهو اللي بيعمل إرهاب؟ يعني مبارك ما كانش قادر يعمل الخطوة دي وخطها معاكم، ولا إسرائيل وافقت تتعاون معاكم وانتوا ما كانتش موافقة تتعاون مع مبارك؟ لا الكلام ده مهم حقيقي. يعني انت تقصد ايه؟ تقصد ايه ان انت كلمت اسرائيل في 2011 وانت اللي اقترحت على كلام اسرائيل على المشير طنطاوي، رغم ان اللي قال انه اقترح عليكم تكلموا اسرائيل توفيق عكاشة؟ فانتوا لخبطونا الصراحة. يعني هل ده مبرر ان انت بتكلم اسرائيل دلوقتي، ولا ده مبرر لايه؟ ما انت رحت قعدت مع اسرائيل في 2013 برضه عشان يسمحوا لك تحكم بدل مرسي، بان انت هتنفذ لهم الوعود اللي مرسي كان هيعملها. آه انا واقفة الصراحة عند التصريح ده. لما هما اللي عملوا تنظيم الدولة في سيناء من 7 سنين، انت كنت بتشتغل ايه؟ مشير طنطاوي كان بيشتغل ايه؟ وزارة الداخلية كانت بتشتغل ايه؟ ولا انتوا اللي عملتوها ولا ايه؟ مش فاهمة، يعني حقيقي مش فاهمة. يعني احنا ما كناش بنسمع عن الارهاب ده موجود ايام مبارك، معرفش ازاي انت قررت ان هما كانوا عاملين دولة ايام مبارك وب7 سنين من 2005. انت قررت ان هما من 2005، من بداية دعوة التغيير بتاعة البرادعي، انت قررت ان من 2005 هما كانوا بيعملوا حاجة في سيناء. وفي 2011 لما الثورة قامت، انت قررت تكلم اسرائيل، انت شخصيا. يعني محدش في الجيش اللوزعي ده كله فكر الفكيرة العبقرية دي غيرك. الكلام ده يا جماعة لازم تقفوا عنده كتير، لأن معناه خطير جدا. هل زي ما شفنا مع وائل الإبراشي، أم خالد الإسلامبولي،
لما قالت على اتفاقهم مع الجيش، يعني الجيش هو اللي قتل السادات. فانا عايزه اعرف مين اللي بيعمل الارهاب بقى، يعني مين اللي عمل كده في مبارك بقى، ومين اللي عمل كده في الشعب المصري. ولما انت قضيت على الارهاب هم سمعوك وانت بتتكلم في مؤتمر في الامارات، فقرروا يعملوا لك حاجه كده ويجوا لك من الحدود من اخر الدنيا علشان. طب ما انت يعني ده انت بتمسك كل واحد مدخل فلوسه البلد، مش عارف تمسك الارهابيين؟ ولا انت بس الرادار على الفلوس مش على الارهاب؟ حاجه غريبه جدا، بجد حاجه غريبه جدا. أه انا عايزه اعرف برضو، انت حطيت ايدك انت والجيش مع الاخوان في ايد الاخوان ليه، وانت عارف انهم بيبنوا تنظيم الدوله في 7 سنين في سيناء؟ وليه خليتهم يحكموا الشعب؟ وليه دلوقتي وليه طلعتهم من 2019 بعد ما حصلت الثوره بتاعتك مع حصلت ثوره محمد علي، وانت جريت على امريكا اتحميت فيها، وكنت اول رئيس يتحامى ضد بلده ضد شعبه، اول رئيس في العالم يتحامى علني فهمي نظمي كده. وكان الاتفاقية ساعتها تخرجوا خيرت شاطر، وتخرج سامي عنان وأسامة عسكر والناس الحلوة دي. ولما سامي عنان قبل ما يدخل السجن قال ان هما وهو في 2011 كان والكلام ده كتب في الجورنال على لسان سامي عنان، قال لما كان في امريكا في 2011 وراح له وزير الدفاع الامريكي في المطار وهو ماشي، وقال له هتعملوا ايه في 25 يناير؟ قال له هو ايه اللي هيحصل في 25 يناير؟ قال له هيحصل ثورة في 25 يناير، وطلب منه انها تبقى انقلاب ناعم على مبارك. ده كلام الجيش بتاعكم، زي ما كان كلام الجيش بتاعكم برضو انه مبارك ما كانش موافق على تسليم طيران وصنافير، اللي فجأة الكلام ده بيتغير. فهو يا ريت حد بس بيعرف يتكلم، لو انت لسه سايب حد بيعرف يتكلم يطلع يظبط الهبدة دي، علشان الهبدة دي جامدة اوي. الهبدة دي يعني انت بتقول ان الجيش ده ملوش اي يعني انت كده بتقول ان الجيش هو اللي بيعمل الارهاب. ده تصريحك انت، ده تصريحك انت النهارده ان الجيش هو اللي بيعمل الارهاب في سيناء. يعني ما انت ما عارف ان في ارهاب وانت نائب رئيس مخابرات من 2005، وفكرت بس في 2011 انك تقول للمشير طنطاوي تعالى نكلم اسرائيل علشان. يا راجل طب اعتقد هو ده اللي هما كانوا مانعينك تقوله، لان انا قعدت اعيد الكلمه اكتر من مره عشان اعرف هما منعوك تقول ايه. أه... انت صرفت على الارهاب مليار كل سنه، ولا كل مش شهر؟ ولا الارقام بصراحه بتخش في بعضها بالنسبه لي، لان انت ارقامك هبد جامد قوي. طب وبالنسبه مثلا لمحور 26 يوليو الجديد اللي انت بتهد فيه بيوت وبتديهم 1500 جنيه للمتر، وانت بتبيع المتر في العاصمه الاداريه ب200,000 على ما اعتقد، عشان الاعلانات اللي بتجيلي على التليفون. مش ده ظلم؟ هي دي مش فلوس الناس؟ طيب وبالنسبة للبيض البودرة والأكل الحمير والكلاب اللي انتوا عمالين تطلعوا الإعلام وال... والإسلاميين يقولوه زي الحاج خالد الجندي اللي بيحب يحسس على النسوان ده، آه... آه... هو انتوا بتاخدوا فلوس اليومين دول من الصين؟ يعني في علاقات بينكم وبين الصين أو حاجة هي دي اللي بتخليكوا تقولوا الكلام ده؟ عندكم حاجات من عندهم ولا ايه؟ يعني انا كنت عارفه ان انتوا بتصدروا لهم الحاجات دي، لكن دلوقتي ايه مش عاجبهم الحاجات اللي انتوا بتبعتوها فقالك تاكلوها للشعب المصري مثلا؟ أه الحادثه بتاعت القطر، هو انت في 2019 في الندوه التثقيفيه بتاعت 2019 طلعت قلت ان لازم، كان حادثه رمسيس حصلت وطلعت قلت لازم نعمل تحليل مخدرات لكل الناس اللي بيشتغلوا في الدوله،
واول من طبقتوا عليها القرار ده يا عرر يا عرر يا عرر كان انا لا بسوق ولا بعرض ارواح لخطر ولا بعرض ملبس لخطر ولا ليا في الكلام ده كله، بس عشان ترفدني بتهمة المخدرات يا عرة، وانت عارف ان انا ما بتعاطاش مخدرات يا عرة، وبعدين تنزل الستات كلهم يا عرة، يقلعوا هدومهم بأمر مدير الأمن يا عرة، عشان تكملة يعني للكشوف العذرية. وأنا الوحيدة اللي رفضت أعمل التحليل ده، وطلبت إن أنا أروح الطب الشرعي أو مكان محترم أعمل فيه تحاليل، وانتوا رفضتوا عشان تهينوا الناس وتهينوا الستات وتكسروا مناخيرهم، وبرضه مناخيري ما اتكسرتش، ورحتوا كتبتوا رغم ان انا عملت تحاليل بره في المصل واللقاح وفي المعامل المركزيه بتاعت وزاره الصحه وعلى حسابي يا عرر، رحتوا كاتبين ان انا ايجابيه العينه، وانتوا ما خدتوش مني عينه اصلا يا عرر، سايب الناس تموت وما بتعملش حاجه للسواقين، رايح تحلل مخدرات للستات يا عره يا عره. آه تصريح الراجل اللطيف بتاع رئيس الوزراء، وزير الخارجية اللي بيقولك ان اثيوبيا مش جادة في المناقشات بتاعتها بعد الملء الرابع. طب ما تاخدوا الستات اللي انتوا بتحللوا لهم مخدرات هم اللي يروحوا يتكلموا. هو مش انتوا اللي حلفتوه؟ والله 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 خانكوا بعد الحلفين ولا ايه؟ وده بقى يعني ده تصرف واحد عرف يكلم إسرائيل ضد تنظيم الدولة، وقعد 10 سنين بيطلع الإرهاب بمساعدة إسرائيل بكلامه. طب مش عارف تخلي إسرائيل تساعدك؟ اشمعنى ساعدتك بس على احتلال البلد؟ ليه مش عارفة تساعدك وتضغط على أثيوبيا؟ هو مش انت برضو اللي مطلع استثمارات لأثيوبيا في سد النهضة؟ انت اللي بتساعدهم على البنى؟ مش هما دول بمحمد دحلان اللي اقترحوا عليك تمضي اتفاقية سد النهضة عشان يعترفوا بيك رئيس شرعي للبلد، عشان يخلوا الاتحاد؟ مش ده كان اقتراح محمد دحلان اللي نفذه تحت رعاية الإمارات؟ مش ده اللي خلاكوا بعد ما كانوا هيرجعوا أحمد شفيق يرجعوا لك أحمد شفيق في شوال؟ يعني يا ريت تبقى تسمع كلامهم وما تهبطش، يا ريت فعلا تسمع كلامهم وما تهبطش. بالنسبة بقى لزيادة المرتبات اللي قالك 1000 جنيه لحد أدنى وحد أقصى، والسيد أبو شقة اللي تتشق دماغه وبطنه اللي عايز ياخد فلوس من بره، من الناس اللي عايشة بره بفضل الدولة عليها في التعليم والإنجازات الفشيخة في التعليم بتاعنا وفي أكلنا وشربنا. تقريبا كانوا بيأكلونا من جيب أبوهم، أو هي بقى عزبة أبوهم وإحنا شغالين عندهم. هو حضرتك الناس اللي طالعة بره دي طالعة بره ليه؟ حضرتك مثلا وفرت لهم أكل عيش وانت اتنمرضت عليهم وهم اتنمرضوا عليه؟ طيب ما نشوف مرتباتكم، ما نشوف مرتبات موظفين الحكومة اللي فيهم مثلا الوزير لما بيحضر لجنة في أنا أتكلم على الوزارة اللي أنا كنت فيها، لما وزير الاتصالات يحضر لجنة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وياخد على اللجنة 80,000 جنيه. معرفش دلوقتي طبعا
بعد زيادة الدولار دي بياخد كام. لما سبت وزير الاتصالات ياسر القاضي، وطبعا واللي بعديه واللي بعديه، ولما جه تامر جد الله بتاع المصرية اللي كان ساعتها ماسك المصرية للاتصالات، فضحكوا في الجرايد وقال ان هو بيحط فلوس الدولة كلها في البيتكوين، وبيلعبوا قمار بفلوسكم، بفلوس الدولة. ورحتوا شايلينه ورحت مرقينه بقى عشان الفضيحة دي، خدتوه ورقيتوه. وكان ساعتها ضابط المخابرات بيكلمني، كانوا عايزين يمسكوه وزير الاتصالات، كانوا عايزين يمسكوا تامر جد الله حاجة عشان يعني يطلع البقين دول، عشان كان ساعتها الرقابة الإدارية والمخابرات بيتخانقوا على حكم وزارة الاتصالات. وكلمني ضابط المخابرات وقال لي على، بيسألني على تامر جد الله، قلت له تامر جد الله مش هو ده اللي حرق هو ومحمود النووي سنترال العتبة وسنترال المعادي عشان يحرقوا اتفاقية المسان بتاعت هواوي اللي خدتها بالأمر المباشر. وبعدين والله انتوا بلد كوميديا، كوميديا. فراحوا بتوع الرقابة طبعا لما قلبوا عليه بتوع المخابرات، راحوا بتوع الرقابة ودوه عضو مجلس إدارة في بنك من البنوك زي محمود النووي كده. كل الإخوان يا أخي بيحطوهم في حتت لطيفة جدا، ويقولك حرب على الإرهاب وهم الإرهابيين، وما انتوا إيه؟ ما انتوا الاتنين زي بعض، وانتوا عندكم مشكلة مع بعض لا مؤاخذة؟ ده انتوا حبايب، ده انتوا مش عارفة ايه في بتاع واحدة. فلما حضرتك تحب تاخد المرتبات، ما تبص لمكافئات القيادات بتاعت المصرية للاتصالات، ما تبص لمرتبات مجلس الشعب، ما تبص لمرتبات وزارة الاتصالات والجهاز القومي تنظيم الاتصالات وإيتيدا جهاز تنمية الصناعات. ما تشوف الناس دي بتاخد كام فوق الحد الأدنى، الحد الأقصى سوري اللي انت حطيته للقيادات 42,000، وتشوف البيبان بقى اللي بيقبضوا عليها. يعني انت عندك الباب الأول بس اللي انت حاصره، اللي هما بيحطوا عليه الليمت بتاعهم، وده الليمت اللي انت بتزود عليه. يعني انت بتشوف مثلا لو الراجل ده بياخد 1200 مثلا من الباب الأول، فبتروح حاطط له بالحد الأدنى بتاع الباب الأول. ما في باب رابع وباب سادس يا محترم، بيبان خلفية، وفي حاجة اسمها الداينة، وفي حاجة اسمها الأمم المتحدة. الفلوس دي كلها محسوبة ولا مش محسوبة؟ يعني طب ما تاخدوا، طب ده انتوا بتروحوا للأمم المتحدة تمضوا معاها اتفاقيات ان انتوا تطلعوا فلوس كحكومة، تطلع فلوس لمشروع من مشاريع الأمم المتحدة عشان تعينوا قرايبكم ومحاسبكم واصحابكم وقلاضيشكم وتطلعوا منه الرشاوي اللي بتطلعوها لبره والجوه ايه يا جماعة التهريج ده؟ انتوا بتضحكوا على الناس ب1000 جنيه وعايزين تاخدوا من اللي في الخارج. طب ما تاخد، ما تقلب اللي عندك. طب ما تجيب ياسر القاضي كده اللي طلع قالك انا عملت فلوس لو جريت عليها بحصان مش هجيب اخرها. ما تجيب الحاج فيفي عبده ده، ما تجيبه، ما تجيبه تاخد فلوسه. ما تشوفوا ساكن في اب تاون كايرو منين. ما تبص للناس ده مدني، انا عايزه اعرف حمايته ايه. ما هو معاه فلوس اهو من فلوس الدولة، ما تلم الفلوس دي من الناس اللي سرقتك كده. ما تشوفي الناس اللي اشتغلوا في الدولة دول ونفضوكوا كده ونفضوا الدولة وتعلمتوا منهم أصول السرقة والبلطجة، وتاخد فلوس منهم. بتاخد فلوس من المصريين الخارج ليه؟ وبعدين التجلي الأعظم ده، أنا يعني كناس أجانب هينطقوا ازاي؟ هو أنت كده بتشجع السياحة ولا أنت بتقفلها؟ أنت عايز تجيب ظرافها ليه؟ يعني أنت خلصت الإرهاب وهتغير الاسم؟ يعني ده انت بتمنع السياحة زي ما انت مانع دخول الفلوس جوه مصر ومانع كل حاجة وحابس الناس وما بيخرجوش يعني الصراحة انا شايفة ان انت اللي عايز ثورة. يعني انا شايفة بزيارة وزير الدفاع الامريكي دي ليك والاسرائيل، لان نتنياهو مبهدل اسرائيل، عامل ازمة في اسرائيل، وانت بتعمل ازمة في مصر.
فاعتقد ان انتوا الزياره دي كانت تهزيق ليكوا انتوا الاتنين. فانا شايفه ان انت اكتر واحد عايز تعمل ثوره زي ما نتنياهو بيعمل بالظبط. يعني بالعكس، انا شايفه اللي بره واللي متحامين في الست في كندا واللي هنا واللي هنا، الناس دي بتحاول تهدي، بتحاول تفهم الناس احنا هنغير، ما تعملوش حاجه. انت الوحيد اللي عايز تعمل ثوره. يعني يوم ما في حاجه تحصل في البلد دي، لانها مش هتتلم، لان دي هتبقى ثوره جوع. الثوره الاولانيه كانت ملمومه، وخدتوا العيال كلهم تحت باطكم، واللي ما دخلش تحت باطكم دخلتوه السجن، طلعتوه بره مصر. فيعني انا شايفه ان انت اللي بتظبط ثوره لوحدك. ارجع تاني اقول، انت اتهمت الاخوان ان هم عملوا تنظيم الدوله من 7 سنين قبل 2011. حطيت ايدك في ايدهم ليه ومسكتهم الحكم؟ ما طلعتش قلت الفضيحه دي ليه؟ كلمت اسرائيل في 2011، ما عملتوش كده ليه ايام مبارك؟ طلع لنا حد بقى يبرئك ويبرئ الجيش ويبرئ الناس دي كلها قدام الشعب اللي انت يعني عايز تصفي دمه ده. سلام.